هو ليه جون ويك جامد قوي كده في اي قتال؟ الموضوع مش علشان الكاتب عاوزه يبقى كده، لا، في نقط معينة هي اللي بترجح فوز جون ويك في اي عركة بيدخلها. تعال اقولك على 10 نقط هما اللي بيخلوا جون ويك الافضل. اول نقطة هي القوة البدنية وقوة التحمل. ما غركش البدل اللي بيلبسها، لان تحتها مكون كتلة عضلية سميكة وقوية جدا، بتولد له قوة تحمل عالية قوي، وبسبب التدريبات العنيفة اللي كان بيتدربها في اكتر من دولة. ولو هنقول مثال على القوة البدنية، شوف كان دايما بيقدر يمسك ايد اي حد قدامه ويوقعه على الارض ويفضل متحكم فيه، وبالايد التانية شغال قتل في خلق الله. نيجي بقى لقوة التحمل. قوة التحمل عند ويك مرعبة. جون ويك في اي عركة بيدخلها طبيعي انه بيتضرب، سواء بالسكاكين او بالرصاص او عربيتين تلاتة يشيلوه من على الارض عادي، بتلاقيه مكمل وشغال ولا كأن اي حاجة حصلت له. يعني مثلا في الجزء الرابع وهم على الطريق، العربيات كانوا بتشيله ولا كأن في اي حاجة حصلت، والرصاص بيدخل في الواقي اللي هو لابسه وبرضه متحمل. وكمان لما اتضرب بالسكينة قدر يتحكم في النزيف وقدر يكمل عادي، ده من جبروته قفل الجرح بدباسة. وخد عندك بقى لما اتضرب بالرصاص واخترق جسمه، فضل ماشي عادي لحد ما وصل للدكتور وخرج الرصاصة من جسمه من غير أي بنج أو حاجة، وقدر يتحمل عادي جدا. وفي آخر حتة في الجزء الثالث لما ضربه بالنار ووقع من فوق العمارة، قام وكمل بعد الحرب اللي كان فيها أصلا، وكمان صباعه كان مقطوع. كده عرفنا قد إيه ويك قوة تحمله جبارة. نروح بقى للنقطة التانية، وهي الاستعداد النفسي. رغم ان نفسيته اتدمرت من ساعة موت مراته، بس لما بيروح مهمة كان بيبقى مستعد ليها نفسيا بطريقة غريبة، واهم حاجة عنده ان يحقق الهدف رغم كل الضغوط، وده بيبين ان قد ايه عنده صفاء ذهني عالي قوي. وتالت نقطة هي الثقة في النفس. مستحيل يكون عنده الاستعداد النفسي ده غير لما يكون عنده ثقة في النفس عالية قوي، لدرجة انه بيبقى متأكد لو دخل اي قتال هيعرف يلاقي حل حتى لو قدام جيش وبأقل الامكانيات. وكلنا عارفين حكاية القلم اللي قتل بيه 3، اللي هو استحالة حد يعملها إلا لو ثقته في نفسه مبهدلة الدنيا. ورابع نقطة هي القيادة. جون ويك بيعرف يسوق أي حاجة أيا كانت هي إيه، سواء كائن حي أو أي وسيلة بتمشي، حتى لو راكب بني آدم بيعرف يسوقه، وكمان بيستخدمها بطريقة احترافية لأبعد حد، وظهر ده في جميع الأجزاء. ركب جمل وركب حصان وركب عربية وركب موتوسيكل، واللي يغيظك انه بيعرف يقاتل من فوق اي حاجة بيركبها وبيفضل ممشيها برجله لوحدها كده عادي جدا، حاجة كده عدت جي تي ايه. خامس نقطة هي التكتيك. ويك بيعرف يخطط لأي عملية هيعملها بطريقة عبقرية وفي خلال دقايق، بيدرس المكان كويس جدا وبيعرف كل المخابئ اللي فيه، وكمان بيعرف هيروح النقطة دي امتى والنقطة التانية امتى، وكل ده في خلال وقت محدد ما ينفعش يتأخر فيه. وبيعرف يختار السلاح المناسب في كل نقطة، وكمان بيعرف يعمل اتفاقيات كتير تساعده في تنفيذ خطته. وكلنا شفنا في الجزء التاني لما جاله سانتينو وطلب منه يقتل اخته، شفنا فكر ازاي واختار انهي اسلحه، وقدر يحط كل سلاح في مكان محدد علشان لما يوصل له يساعده في الخروج من النفق. واخر مشهد في الجزء الرابع لما خد الرصاصه وفضل مستني لحد ما ماركس جاله علشان يتاكد انه مات، بس اكتشف ان ويك عايش واداها له في دماغه على طول. سادس نقطه هي الصبر والتحكم في الغضب. في الجزء الاول لما دخلت عليه واحده في الفندق علشان تقتله، قدر انه يتعامل معاها وما قدرتش تقتله، بالعكس لولا انه عنده صبر وتحكم في الغضب كان قتلها، علشان عارف انه لو قتلها جوه الفندق هيحصل ايه. وتاني حاجه لما سانتينو حرق له البيت بتاعه، مع ان في كل ذكرياته مع مراته، قدر يتحكم في غضبه لحد ما نفذ المهمه لسانتينو، وبعدها قرر يقتله، بس في الاخر قتله جوه الفندق، وده لان ما كانش فيه اي حل تاني ممكن يتعمل. سابع نقطة هي مهاراته القتالية. جون ويك بيعرف يلعب كل حاجة، عنده مهارات الكونج فو والتايكوندو والكاراتيه والبوكس وحاجات تانية معرفش اسمها بصراحة. ده غير انه بيعرف يستخدم اي سلاح ايا كان هو ايه، يعني حرفيا ده اللي بيطلق عليه مثل من الابرة للصاروخ. ولو هديكوا ابسط مثال لما استخدم قلم ولما قتل واحد بكتاب، ولو هنطلع فوق شوية شوف هو بيستخدم السنايبر، ودي اصعب حاجة الواحد ممكن يقتل بيها. وفي الجزء الاول كان عمال يصطادهم زي الفراخ ولا كأنه ماسك نبلة. ده غير النص طبعا اللي بيجيب بيه اي حد على الارض، واعرف انك لو نزلت على الارض من ويك هتبقى شاورما لانه بيكسر قبل ما بيقتل. واظن ان دي اكتر حاجة شفناها في كل الاجزاء. تامن نقطة جون ويك عنده ردة فعل وسرعة مش موجودة عند بروسلي، بيعرف يتشقلب ويرد لك الرصاصة اللي طالعة من مسدسك ما تفهمش ازاي، يقدر يقتل جيش في 10 دقايق بس، وهم كفاية طلقتين لكل واحد، واحدة في الرجل والتانية في الراس، تيجي تضربه وتلاقيه اتفادى اي ضربة زي الدبانة، يفضل يدور وينط ويتشقلب ويجيبك على الارض بكل سهولة، تحسه كده عامل زي الزئبق.
تاسع نقطة هي الاستمرارية. جون ويك بقاله سنين كتير مستمر في الأجير، دخل في حروب كتير قوي وما بيموتش، وده اداله استمرارية كبيرة مخليه الكل يعتمد عليه في حاجات مستحيلة. وكمان لما يبعتوه بيجهزوا له لحاجة جديدة أصعب من اللي هو راح لها، علشان ضامنين إن مهما راح في أي حرب هو راجع تاني. وآخر نقطة هي الخبرة. جون ويك عنده خبرة كبيرة جدا تخليه يخلص أي حاجة في وقت قياسي، لأنه اتعامل تقريبا مع كل الناس حوالين العالم، وقدر يعرف نقطة ضعف في كل مكان يدخله ازاي ويخلصوا امتى، ومين الناس اللي ممكن تساعده او الناس اللي هتقف ضده. ده غيره انه عارف تشريح الجسم كويس قوي، وممكن بضربة واحدة يقتل اي حد بسهولة. وعنده خبرة كبيرة في المجال القتال المختلط، زي ما شفنا في الجزء الرابع لما عور بويكا في وشه بورقة كوتشينة، اكيد اتعلمها من يسوكا وش يعني. وبس كده يا صديقي، كده نكون وضحنا كل حاجة وكل النقط وكل الامكانيات جون ويك، وقد ايه فعلا هو جامد قوي. وبدام وصلت لغاية هنا، يا ريت بقى تقول لنا انت شايف ايه اكتر حاجة من دول هي اللي بتساعد جون ويك. اعمل بقى لايك واشترك في القناة وصلي على النبي.